كيفاش نحولو كراس عادي البلانر محفز يحبب لنا التخطيط، وهذا كامل من صنع يدينا. اذا راكم حابين تشوفوا الطريقه والكيفيه حبيباتي، ما عليكم غير تشوفوا الفيديو تاع اليوم. السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. راني جيتكم بالفيديو المنتظر في اول يوم من رمضان هكذا باش نبداو التخطيط مع بعض. يلا نبداو بدون اطاله. اكيد حبيباتي لازم نوجدوا البعض من الادوات اللي نسحقوهم بزاف، اكيد كراس، وهنا بابي كادو ولا الغلاف تاع الهدايا، عندنا تاني ستيك ولا غراء مائي، والاشرطه الملونه والماركور. بون نسيت ما حطيت لكمش كامل الادوات، مي دوك تشوفوا معايا في الفيديو. يعني نورمالمون هادو ما فوالا. ونسيت تاني هذاك الغلاف الشفاف اللي يجي لاصق، هذاك تاني لازم نستعملوه باش نحافظوا على البلانر تاعنا. اول حاجه حبيباتي نغلفوا البلانر تاعنا بغلاف هدايا اللي يعجبنا. تاني خطوه حبيباتي جبت هاد الورقه صراحه كانت عندي في البلانر القديم. الوغ انا باش نروح ندير نقطع هذا الشكل كامل، نلصقه يا اما فوق البلانر ولا في اول صفحه من البلانر. الخطوه اللي بعدها حبيباتي جبت الغلاف الشفاف اللاصق باش نغلف البلانر، وهكذا كما قلت لكم قبيله نحافظ عليه لمده اطول. هنا كي بديت نلصق في الغلاف الشفاف، يعني ماشي هذه هي الطريقه الاصح. الطريقه الاصح حبيباتي تقدروا تشوفوها في اليوتيوب، يعني تبداو تفتحوا قبل هذاك الوسط، هذاك الشريط اللي جاي في الوسط، وتحطوا الكراس، ومن بعد تبداو تفتحوا جهه واحده غير بالعقل ومن تلصقوا. فوالا نفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى. مي انا حبيباتي كنت حابه نصور لكم في الضوء تاع الشمس، وخفت يعود يزرب عليا الحال. مي المهم يعني خرجت سلامات. حتى الغلاف تاع اسمه هذاك الغلاف تاع الهدايا يعني ما خرجتوش مليح متاكده انتم راكم رايحين تخرجوه يعني خير مني. مي معليش، انا المهم حبيت نعطي لكم البعض من الافكار اللي تنفعكم، وهذا ما كان حبيباتي. وهذا هو شكل البلانر تاعنا بعد ما غلفناه. هذا الغلاف يعني تلقاوه في المكتبات، ماشي غالي بزاف حبيباتي، السعر تاعو يتراوح ما بين 3500 حتى ل 4000. وهنا حبيباتي حبيت نعطي لكم واحد الفكره بسيطه جدا، هي انكم تقدروا تخدموا لي ستيكي نوت، يعني هادو لم يتباعوا في المكتبات، يعني ببساطه بالاوراق الملونه. انا نفضل يعني تستعملوا الاوراق الملونه اللي يكون اللون تاعها فاتح، يعني يجي اجمل بكثير على البلانر تاعكم. وهنا حبيباتي فضلت نخدم البعض من أوراق العمل، يعني نسحقها في البلانر. دوك تشوفوها معايا باستعمال موقع كانفا، يعني يا إما تطبيق كانفا ولا موقع كانفا. نحط لكم الرابط تاعو أسفل الفيديو، وما تروحوش بعيد، كملوا فيديو للنهاية باسكو عندي واحد الهدية ليكم. الوغ هادو هما الأوراق اللي خدمتهم، من بعد تشوفوهم معايا بالتفصيل حبيباتي. وهاد الورقه الاخيره ما نستعملهاش باسكو الحجم تاعها بزاف كبير، مي راني استعملت هذيك الورقه اللي وريتها لكم قبيله في الواجهه تاع البلانر. الورقه البيضاء حبيباتي الحجم تاعها A4، وكل ورقة فيها زوج أوراق عمل الحجم تاعهم يعني A5 صافي. وحدة A4 يجوا فيها زوج A5، والحجم A5 حبيباتي يتلصق لكم، يعني يجيكم الشباب في الورقة تاع الكراس، يعني يجي قد كما يقولوا، ما يجيش خارج وما يبانش يعني كي تغلقوا الكراس تاعكم. حبيت نعطي لكم هذه المعلومة حبيباتي باش كي تكونوا رايحين تخدموا الأوراق العمل تاعكم في تطبيق كانفا ولا في موقع كانفا، نتوما كي تروحوا تخيروا يعني الحجم تكتبوا A5، ومن بعد في الطباعة حبيباتي تطبعوا يعني زوج أوراق في ورقة واحدة. نورمالمون راني وصلت لكم الفكرة، وإذا ما فهمتوش كتبوا لي أسفل الفيديو في التعليقات. هذا هو الشكل تاعهم حبيباتي بعد ما قطعتهم. بالنسبة يعني كيفاش تلصقوهم على البلانر تاعكم، من الأحسن تستعملوا ستيك، يعني ماشي الغراء المائي هذاك اللي يجي ناشف. مي أنا خلاص لي ما عنديش وما ولادي ما عندهمش، الوغ جيتي اوبليجي نستعمل لا غرافوز. وعادي يعني انا بالنسبه ليا يعني جا الشكل تاعهم مقبول. بصح اللي صازير ما تحبش تستعمل لا غرافوز، بعديها كما قلت لكم تستعمل غير الحل الامثل اللي هو ستيك.
وكما وعدتكم قبل حبيباتي نوري لكم اوراق العمل بالتفصيل. عندنا اول ورقه انجازاتي، معناتها وشنو هما الاهداف اللي حققتهم اليوم، يعني الاخر تخطيط درتو يعني تاع العام اللي فات. مثلا عندي حفظ القرآن، عندي التضرع لله، عندي الكتب اللي قريتها، النهوض باكرا، عندي المحافظة على صلاة الفجر، عندي دورات اللي حضرتها، واخيرا المهارات المكتسبة. تقدروا تاخذوا حبيباتي نفس الورقة هذه وتكتبوا الفوق، يعني اوديو تكتبوا انجازاتي، تكتبوا بداية جديدة ولا تخطيطي لهذا العام الى اخره. الورقة اللي بعدها كتبت عليها بداية جديدة، يعني التخطيط الجديد تاعي لهذا العام. هنا عندي عدة جوانب كما تشوفوا، عندي الجانب الروحي، الأسري، العلمي، المادي، الصحي والاجتماعي. المهم هادو هما أهم الجوانب اللي لازم تخدموا عليهم طيلة العام، يعني ما لازمش تهملوا يعني جانب من هاد الجوانب. وشنو برك يعني ما راكمش رايحين تخدموا عليهم يعني دفعة واحدة، تعملوا على جانب كي يعني يتحسن هذاك الجانب تنتقلوا لجانب واحد آخر وهكذا. الورقة اللي بعدها عندنا ورقة خاصة بقراءة الكتب. هنا حبيباتي عندي عدة كتب كما راكم تشوفوا فيها باللون الأبيض، نكتب يعني فوق كل كتاب نكتب اسم الكتاب اللي راني حابة نقراه، وبعد كل قراءة يعني بعد ما نكمل قراءة الكتاب نلون هذاك الكتاب، يعني فكرة بسيطة وجميلة في نفس الوقت. الورقة اللي بعدها يا غاليات عندنا ورقة خاصة بالوجبات الأسبوعية، كتبنا عليها كل أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة. النصيحة اللي نعطيها لكم حبيباتي يعني ماذا بكم ديروا طبق واحد يكون سريع وبكمية كبيرة، وتقدروا تضيفوا أكيد الحلويات، يعني كل يوم ديروا نوع واحد ولا ديروا نوع واحد بكمية كبيرة يشد لكم الأسبوع الواحد. الورقة اللي بعدها ورقة خاصة بالأعمال المنزلية، كما راكم تشوفوا رانا قسمناهم إلى أعمال يومية، أعمال أسبوعية، أعمال منتصف الشهر يعني نديروهم مرة واحدة في 15 يوم، عندنا تاني أعمال شهرية وأعمال سنوية. وآخر ورقة حبيباتي هي ورقة خاصة بالطاعات اللي نديرها في الشهر الفضيل، هو شهر رمضان، شهر الخير والبركات. وجوابا على السؤال اللي طرحته في واحد الفيديو قلت رايكم وقتاش راني ناوية نبدأ التخطيط يعني هذا العام، الوغ الجواب هو راني رايحة نبدأ التخطيط إن شاء الله في شهر رمضان، يعني يكون أول شهر للعام تاعي، يعني العام تاعي هو من رمضان لرمضان باختصار. علاش حبيباتي خيرت نبدا التخطيط من شهر رمضان؟ باسكو في شهر رمضان نكثروا بزاف من الطاعات والعبادات، يعني الجانب الروحي نعملوا عليه بشكل ممتاز. وعلى هذا يعني اول حاجه باش تكون الانطلاقه مباركه وتكون محفزه، باسكو اصلا حنايا روحيا رانا مهيئين يعني باش نزيدوا ننجحوا في امور اخرى والله اعلم. وتانيت باش نسيروا بنفس الوتيره يعني في باقي اشهر السنه. وفي هذه الورقه كما راكم تلاحظوا درت 4 خانات، نكتب في كل خانه العباده ولا الطاعه اللي حابه نركز عليها في شهر رمضان. مثلا عندي القران، يعني ندير ختمه واحده او 2 أو 3، يعني المهم نكتب في الخانه الاولى. الثانيه عندي مثلا تراويح، صلاه التراويح ولا قيام الليل. في الخانه الثالثه مثلا عندي طاعه راني حابه نركز عليها كافطار الصائمين. خانه اخرى مثلا الدعاء الى اخره. انا راني عطيت لكم البعض من الافكار وانتم تقدروا ديروا الافكار الخاصه بكم انتم حبيباتي. الخطوة اللي بعدها حبيباتي نجي ندير التخطيط اليومي، يعني هذه الخطوة ديروها بشكل يومي، كل يوم تكتبوا تاريخ اليوم وتكتبوا المهام اللي عليكم. دوك نوري لكم الطريقة كيفاش. أوراق العمل اللي عطيتها لكم قبيل حبيباتي يعني تكتبوا عليها الأهداف السنوية، من بعد تجزئوا يعني كل هدف إلى مقدار يومي تحترموه، يعني هكذا باش يكون تقدم ويكون إنجاز. نعطي لكم مثال، مثلا انتم راكم حابين يعني عندكم هدف ألا وهو حفظ 10 أحزاب من القرآن، واش تروحوا ديروا هذوك 10 أحزاب من القرآن تقسموهم على 365 يوم، وهكذا يطيح لكم المقدار اليومي. كي تجوا تكتبوا في المخطط اليومي تاعكم تاع كل يوم، حبي يقول تاع اليوم وتاع غدوة وتاع غير غدوة إلى آخره، يعني تاع 365 يوم توجور تكرروا نفس المقدار، وهكذا في نهاية السنة تحققوا الهدف تاعكم ألا وهو حفظ 10 أحزاب من القرآن. إن شاء الله تكون وصلت لكم الفكرة حبيباتي. وبالنسبة للتخطيط اليومي عطيت لكم زوج نماذج ولا 2 موديل. الموديل هذا حبيباتي تقدروا ديروا عليه كابتشر ويعني ديروا نفس الشيء، انتم عليكم غير تحطوا الاهداف تاعكم وتوزعوها على حساب يعني العناوين اللي حطيتها لكم. حبيت ننبهكم حبيباتي لواحد النقطه جد مهمه كي تكونوا رايحين ديروا التخطيط اليومي ديالكم. شوفوا انا يعني زربني الوقت ونسيتها، مي الحمد لله راني تفكرتها على كل حال، اللي هي تحديد
وقت البداية ووقت النهاية لكل مقدار يومي. معنى نعطي لكم مثال، نحفظ من 6 تاع الصباح حتى ل6:30 تاع الصباح، يعني ندير 30 دقيقة، ولازم نحترم هاد الشيء كل يوم يعني باختصار شديد. نجوزو حبيباتي للنموذج الثاني، وهذا اللي فضلته على النموذج اللي قبله باسكو هذا خاص، يعني درت فيه لمسة خاصة بشهر رمضان. أول حاجة حبيباتي كتبت تاريخ اليوم، يعني تاريخ الهجري وتاريخ الميلادي، كتبت زاد اليوم، حطيت الصلوات المفروضة وهنا الرواتب عندكم قبل الفجر، يعني 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر إلى آخره. شكلت دوائر بهذيك المسطرة الحمراء، يعني دوائر هذوك راهم رايحين يعاونوكم في المتابعة، يعني قد ما تتابعوا التقدم تاعكم بشكل يومي قد ما يكون لكم دافع وحافز باش تشدوا في هذاك الهدف، يعني الآخر يوم من السنة. نعطي لكم فكرة أخرى حبيباتي، تقدروا تستعملوا يا إما أوراق ملونة ولا تستعملوا الأوراق البيضاء، تشكلوا يا إما دوائر ولا مربعات، يعني كيما تحبوا نتوما، وتكتبوا عليها يا إما آية قرآنية يعني أثرت فيكم، ولا حكمة ولا حديث إلى آخره. يعني هادو كامل عبارة عن محفزات يعاونوكم بإذن الله. والأشياء اللي زدتها حبيباتي في هذا التخطيط اليومي، عندنا النوافل، عندنا تلاوة القرآن، هنا عندنا بالنسبة للختمة عندنا الحزب اللي وصلنا له في هذا اليوم والصفحة يعني بالتدقيق، عندنا الأذكار. لحد ساعة حبيباتي راني درت الجانب الروحي فقط، دوكا نروح نواصل التخطيط اليومي تاعي وندير جوانب أخرى ونحطها في المهام اليومية ونرتبها على حسب الأولوية. كما قلت لكم كل ما نكتب هدف، مثلا حفظ القرآن عندي المقدار اليومي نكتب 8 من القرآن ونحدد الوقت من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ونحترم هذا الوقت بشكل يومي. راني غير نعاود لكم باش ترسخ الفكرة في أذهانكم. عندي مثلا هدف واحد آخر، نقرأ كتاب واحد في الشهر، ألوغ نكتب مثلا نقرأ 10 صفحات، يعني نقسم عدد صفحات الكتاب على أيام الشهر، وهذا هو المقدار الثابت اليومي، ونحط أكيد التوقيت يعني من الساعة كذا إلى الساعة كذا إلى آخره. يعني باقي جوانب اللي لازم يعني أتداركها نحطها هنا في هذه الخانة تاع المهام اليومية. عندي تاني التنظيم وتنظيف وتنظيم، هادو خاصين بالأمور المنزل يعني الأعمال المنزلية. أنا اخترت نحط غير 2 خانات فقط ولا 2 أعمال فقط، يعني باش ما نضغطش على نفسي في شهر رمضان. عندي طبخ وحلويات سريعة، قلت سريعة راني بينت لكم وجهة النظر تاعي، يعني انا ضد اني نقعد بزاف في المطبخ. وش تانيت وعندي اخر حاجه يعني تقدروا تضيفوا المشتريات، يعني اي حاجه تخصكم في البيت تاعكم من مواد تنظيف ولا مواد غذائيه الى اخره، ما عليكم غير تكتبوها يعني تحت هذه الكلمه في التخطيط اليومي ديالكم. اما التزيين حبيباتي تقدروا تستعملوا هذوك الاشرطه اللاصقه الملونه يعني يشبهوا السكوتش، وتانيت يعني البعض من ستيكرز انا كيما درت يعني امبريميت غير هكذا صور ولصقتهم. بالنسبه للدوائر اللي رسمناها قدام كل مقدار يومي لكل هدف، هذوك حبيباتي لازم تلونوهم بهذاك القلم اللي فيه عده الوان، يعني كل دائره تلونوها يعني بعد كل انجاز. يعني كل ما ديروا حاجه، مثلا انا راني حفظت 8 من القران سي بون، يعني نروح نلون هذيك الدائره، وهكذا نكون تابعت المسار تاعي في حفظ القران. وهذا الشيء نديروه بشكل يومي حبيباتي. الوغ انا صراحه عجبني النموذج الثاني، انتم خلوا لي رايكم في تعليقات اسفل الفيديو اما نموذج عجبكم. وبالنسبه للهديه اللي وعدتكم بها حبيباتي، هاد الاوراق اللي رايحين تلقاو الروابط تاعها اسفل الفيديو في صندوق الوصف، يعني كيما راهي سوا ما عليكم حبيباتي غير تيليشارجيوها في الهاتف تاعكم وتطبعوها وتستعملوها في البلانر. وهذا ما كان حبيباتي. الوغ وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم وتكونوا استفدتوا معايا اليوم. نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى، نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.